السلام عليكم. انا النهارده معانا عربيه كيا سيراتو الكسر دي. العربيه دي عامله شغل في العفشه بقالها شهر. عشان كده بقول لك ان انت ممكن تعمل شغل في عربيتك وتحس انت ما عملتش حاجه، بالعكس ده انت بتلاقي نفسك الدنيا اتدهورت اكتر او خربت اكتر. تعالى هنا كده. طبعا العربيه دي كانت عندنا الكوبلين الداخلي ده كان قافش، الحمد لله بفضل الله نطرناه وركبنا كوبلين جديد. ولكن بقى تعالى هنا بص، زي ما انتم شايفين كده ده بيض المقص. بيض المقص مدوق عليه وكمان في جوه وبره، يعني مدوق عليه وفي جوه وبره. تعالى بقى هنا عندي ايه؟ عندي التيش الميزان دي لسه متغيره سي ار مضروب. التيش نفسه بيطقطق اهو، بيطقطق ايه مع لفه الدركسيون يمين وشمال. تعالى بص، عندي البراط الداخلي وعندي البراط الخارجي. انا مش عارف الشغل اللي معمول. تعالى عندي جلب المقص، الجلب الكبيره متفرتكه زي ما انت شايف. الجلب الكبيره متفرتكه اهو، اليمين والشمال. فانا وانت بتعمل شغل في عفشه عربيتك لازم تركز على الاجزاء اللي انت هتجيبها. اول حاجه تكون بتجيب حاجه رقم واحد، علشان ما تجيبش تيس زي ده هيعمل لك مشكله وعيب خبيث بعد كده، لان انت هتبقى لسه متغيره. فلما اجي اقول لك ان التيش ده بايظ هتقول لي انت لسه مغيره. عندي مشكله ثالثه وهي الاهم، الكبالن. طبعا الكوبلين هنا، الكوبلين اللي هو الجنب اليمين ده متغير. تعالى بقى نبص على القواعد. لما انا جيت امن عليه لقيت القواعد زي ما انتم شايفين متدمره خالص. القاعده متدمره، القاعده انتوا شايفين الفراغ بتاعها قد ايه. القاعده كلها متدمره على الفتيس. ودي طبعا لما انا جيت كشفت، تعالى كده، تعالى كوبلين اهو جديد. لما جيت كشفت على الكوبلين لقيت الكوبلين ايه؟ الكوبلين مرايج من جوه. طب مرايج ليه؟ علشان القواعد بايظه. القواعد بايظه. فلو انت عندك كمان قواعد عربيتك بايظه هتلاقي كل شويه بتغير كوبلين ايه؟ كوبلين داخلي باستمرار. فنصيحه لوجه الله، اول حاجه ما تسترخصش في قطعه غيار. تاني حاجه تدور على المكان المظبوط اللي انت تعمل فيه صيانه عربيتك علشان ما يعكلكش، في نفس الوقت تلاقيك بتصرف فلوس على الهواء. تالت حاجه لو انت بتغير كبالن لازم تراجع على القواعد علشان ما تلاقيش نفسك اشتريت كوبلينين سعرهم ما يقلوش عن 2500 وترموا في الهواء. شكرا.